أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا متابعين سعودي هورس. يقف بجانبي الآن الفارس الكويتي غازي الجريوي. غازي، نرحب بك في سعودي هورس. اهلا وسهلا حيك. غازي، طبعا احنا الحين موجودين في اسطبلات الغزاوي بجدة في ضمن منافسات البطولة المفتوحة الرابعة. شرفتنا غازي بمشاركتك أمس في شوط خيول مستوى. ما شاء الله كانت الجولة جدا رائعة، حصلت بها على المركز الثاني. كيف شفت المنافسات أمس، خاصة البطولة جدا قوية في ظل استعدادات الفرسان لمهرجان خادم الحرمين؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله انعم علي وحصلت على المركز الثاني، وزادني شرف اني اكون بعد الفارس الاولمبي خالد العيد، ولله الحمد. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم والدي ودعاء والدتي طبعا، والفارس اللي مهما قلت كلام بحقه لا يمكن اني اوفيه، الفارس بدر الفرد. جميل. غازي، انتم شاركتوا في مهرجان خادم الحرمين الشريفين في النسخة الأولى العام الماضي. قدمتوا مستويات رائعة. المنتخب الجونيور، المنتخب الكويتي، حصل من المركز الثالث. كان إنجاز ممتع لنا كفرسان أخوان سعوديين وللفرسان الكويتيين. كيف راح يدخل الفارس الكويتي في مهرجان هالسنة، خاصة المهرجان بقاله تقريبا 13 أو 14 يوم؟ والله مثل ما انتم عارفين، طبعا الفرسان الكويتيين ما شاء الله الحمد لله كلهم جاهزيتهم نقدر نقول يعني محدودة، يعني مو محدودة، أقصد أنه يعني أقل جاهزية، وهذا يعني شيء، يعني هم تعبوا عشان يوصلون الليفل هذا. كلنا ندري أن الحجر موجود وما زال، لكن الحمد لله استطاعوا فرساننا يشترون خيل ويودونهم برا، وتجهيزاتهم يعني بسيطة، لكن يعني مثل ما نقول يعني وفوا الحين الليفل اللي يقدرون يشاركون فيه بالمستوى. تختلف هالسنة عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كانت جاهزية أكثر شوي، لأن كانت نهاية موسم، الخيل كلها مستعدة، الفرسان داشين بفورمة أكثر. السنة هذه نسأل الله أنه يوفقنا، ويعني راح يكون الفريق إن شاء الله أحمد المضاحكة وعبد الله الروضان وأنا وعلي الخرافي إن شاء الله. جميل. أسماء قوية في المنتخب. قد تنافس على إن لم يكن المركز الأول فهو من المراكز الثلاثة الأولى إن شاء الله. والله نقول إن شاء الله، لأن الحمد لله يعني الفرس اللي اليوم اللي إن شاء الله ناوي إني أدخلها الفريق الحمد لله أدت أداء ممتاز. وأحمد مضاحكة الفرسة هم صار لها موسمين معاه، وإن شاء الله متفاهم وياه. عبد الله روضان يا قبل أسبوع رياض ركب حصان، إن شاء الله اللي راح يكون يدخل فيه، وهم إن شاء الله يكون حصان جاهز يعني. كل التوفيق لكم غازي. الله يسلمكم، مشكورين، ما قصرت، شكرا.